يتطلب إنشاء مشروع تربية الغنم والماعز النجاح دراسة عدد من النقاط المهمة قبل البدء، ومن بين هذه النقاط: 1. دراسة السوق والطلب. يجب دراسة السوق والطلب على منتجات الغنم والماعز في المنطقة المحلية وتحديد أفضل الأصناف والمنتجات التي يمكن تربيتها وإنتاجها. 2. تحديد التكاليف والإيرادات. يجب تحديد التكاليف المتوقعة لتربية الغنم والماعز، وتحديد إيرادات البيع المتوقعة للحصول على ربح مرجوح. 3. الحصول على المعدات والأدوات. يجب تحديد المعدات والأدوات المطلوبة لتربية الغنم والماعز، مثل الأحواض والمرافق اللازمة لإطعام ورعاية الحيوانات. 4. تحديد الموقع. يجب تحديد الموقع المناسب لإقامة المشروع، مع توفير مساحة كافية لإيواء الحيوانات وتربيتها وإطعامها. 5. تطوير خطة التسويق. يجب وضع خطة تسويقية فعالة لتسويق منتجات الغنم والماعز، مع التركيز على إيجاد أسواق للبيع والترويج للمنتجات. 6. الحصول على الدعم والمساعدة. يجب البحث عن الدعم والمساعدة المتاحة من الحكومة والهيئات الخاصة لمساعدة المزارعين الجدد في تأسيس مشاريعهم. بشكل عام، يجب الاستعداد بشكل جيد قبل بدء مشروع تربية الغنم والماعز، والتأكد من إتقان جميع الجوانب المهمة للنجاح في هذا المجال.